السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ايمان عبد الله وقناة متعة الطبخ. يلا هنعمل مع بعض النهاردة الشيش طاووق. شيش طاووق من الاطباق السهلة جدا واللذيذة في نفس الوقت. هنعملها مع بعض بتتبيلة جميلة جدا. بس قبل ما نبتدي انزلي اعملي لايك وسبسكرايب لو لسه مش مشتركة معايا، وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد مننا اول باول. هنحتاج لوصفتنا النهاردة اوراق من الفراخ تكون مخلية، هنقطعها مكعبات بالشكل ده. يفضل تستعملي الاوراق لان بيبقى فيها نسبة دهون، فبتبقى طريق يعني بتبقى ايه، جوسي شوية وطرية. ممكن تستعملي الصدور برضو عادي، بس هتطلع معاكي ناشفة شوية. هنا بقى التتبيلة معايا: معلقة صغيرة من دبس الرمان، معلقة صغيرة من الكاتشب، نص معلقة صغيرة من المستردة، معلقة صغيرة من الزيت. التوابل معايا: نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من توابل الفراخ المشوية، ونص معلقة من الروزميري، ربع معلقة شطة ممكن تستغني عنها، وربع معلقة بابريكا، وملح حسب الرغبة. هنروح بقى للفراخ بتاعتنا، هننزل عليها بدبس الرمان والزيت والمستردة والكاتشب والتوابل كمان. هنقلب كل الكلام ده كده مع بعضه. اخر حاجة معايا معلقتين صغيرين من الزبادي، هنضيفهم للفراخ ونقلبهم بالشكل ده. هندخلهم بقى التلاجة لمدة ليلة كاملة، او قبلها ب3 أو 4 ساعات لو انتي مستعجلة. وهنحضر اعواد الشيش بتاعتنا، هنبلها في مية من قبلها بنص ساعة. هنبدأ بقى ايه، نحضر مجموعة من الخضار كده. تقدري تحضري الخضار اللي انتي بتحبيه، يعني بصل، فلفل الوان، فلفل اخضر، وطماطم. هنقطعهم مكعبات بالشكل ده كده. والطماطم اهم حاجة نتخلص من البذر اللي جواها. هنبدأ بقى ايه، نسيخ الشيش بتاعنا كده. ناخد شريحة من البصل وشريحة من الفلفل وقطعة من الفراخ، وبعدها برضو شريحة من البصل وشريحة تانية من الفلفل. هندخلهم كده بايه، بشكل عشوائي. تقدري بقى تزودي من الخضار اللي انت بتحبيه وتقللي من اللي انت ما بتحبوهوش، يعني دي حاجة ترجعلك. هنكمل بنفس الطريقة كده لحد ما نخلص العود بتاعنا كله. نركنه على جنب ونعمل واحد تاني، شريحة من البصل ومعاه شريحة من الخضار، فلفل بقى اخضر او الوان زي ما تحبي، قطعة فراخ برضو، شريحة بصل، قطعة طماطم كده زي ما انت ايه تقدري ترتبيه زي ما تحبي. انا بس بوريكم كده ايه عود كمان لحد ما نخلص العود كله بالشكل دوت كده. هخلص باقي الكمية بقى وارجع لكم. ده كده الشكل النهائي بتاعها. هنروح بقى ايه على البوتاجاز بتاعنا ونجيب الجريل، ننزل فيه بمعلقة كبيرة من الزيت، ونسيبه لحد ما يسخن. نعرف ازاي ان الزيت بتاعنا سخن؟ اول ما يبدأ يتجمع مع بعضه في جنب واحد كده، كده بيبقى الزيت بتاعنا سخن. هننزل بقى بأعواد الشيش بتاعتنا، كل ده على درجة حرارة عالية بحيث ياخد صدمة، ياخد تحميرة من الجنب اللي تحتاني. هنبدأ بقى نقلب على الجوانب التانية، كل جنب هنسيبه مدة 3 أو 4 دقايق، مش أكتر من كده. وعلى حسب بقى ايه النار بتاعتك عالية. أول ما ياخد منك لون ذهبي كده جميل، هنقلبه على الجنب التاني لحد ما نحمره من جميع الجوانب.
وهنهدي عليه النار في الاخر كده 10 دقايق كمان لحد بقى ما نتأكد ان هو استوى من جوه، عشان الفراخ بتاعتنا تستوي كويس. ما تقلقيش لو الطاسه معاكي اتحرقت كده، ده بتبقى التتبيله بتاعه الفراخ، ما بتأثرش على الطعم خالص. خلاص كده الشيش بتاعنا بقى جاهز، هنقدر نقدمه. تقدري بقى تقدميه مع رز ابيض او رز بالكركم، عملته معاكم قبل كده. هسيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن او في الكابشن. هنقدم بقى جنبيه الشيش كده جنب الرز، وتقدري تعملي جنبيه سلطه خضراء، وبالهنا والشفا. لو عجبتك الوصفه انزلي اعملي لايك وسبسكرايب لو لسه مش مشتركه معايا، وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مننا اول باول. وشكرا لكل اللي بيدعمني بلايك او كومنت حلو. بحبكم.